أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، في هذا اللقاء المبارك سنتحدث عن أهم رجال القرآنيين في الهند، وهذه المحاضرة تدخل ضمن السلسلة المباركة الموسومة بنقد منهجية القرآنيين المنكرين للسنة النبوية. إذن سنتحدث عن أهم رجال القرآنيين، وأول هؤلاء رجل مشهور ومعروف يسمى أحمد خان. هذا الرجل أحمد خان من المكثرين من التأليف والكتابة. ألف كتابا يفسر فيه القرآن الكريم، واعتمد في تفسيره هذا على منهج خاص به يخالف القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع الأمة. اعتمد في هذا التفسير على عقله وهواه دون الرجوع إلى تفاسير المتقدمين من الصحابة والتابعين والأئمة المعروفين والمشهود لهم بالعلم. إذن في هذا التفسير أحمد خان اعتمد أسلوبا خالف فيه أصول اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم، ولم يأبه ولم يعتبر دلالة الألفاظ. في منهجه هذا وبأسلوبه هذا أنكر مجموعة من المسلمات. وكما يعلم طلبة العلم والعلماء أن الحقائق ليست حقيقة واحدة، فعندنا الحقيقة اللغوية، الحقيقة الشرعية، والحقيقة العرفية. إذا لا بد لمن أراد أن يفسر القرآن أن يفرق بين هذه الحقائق حتى لا يقع في الخطأ واللبس. إذن أحمد خان هذا خالف أسلوب منهج المتقدمين، حيث ذكر أسلوبا خاصا به خالف فيه أصول وقواعد اللغة العربية، فأنكر كما قلت مجموعة من المسلمات. أنكر أمور الغيب كالملائكة والجن والشياطين، ولإنكار هذه المسلمات تأول الآيات التي ذكرت فيها. إذن الآيات التي ذكر فيها الشياطين والجن والملائكة تأولها، فذكر للملائكة والشياطين والجن معان. فالملائكة قال بأنها عناصر الطبيعة وقواها من ريح
ومطر وبراكين. والجن قال بأنهم سكان الغابات والصحاري والذين يزاولون أنشطتهم في الليل، يعني بالظلام، فلا يراهم أحد. أما بالنسبة للشياطين فهو يؤولهم إلى الشهوات، يعتبرهم شهوات. المعنى ديال الشياطين هي الشهوات، شهوات النفس وأهواؤها ونزواتها ورغباتها. هذا فيما يتعلق بالقرآن. أما بخصوص السنة النبوية فيعتبر هذا الرجل أحمد خان هو من وضع الحجر الأساس واللبنة الأولى لهذا المنهج، منهج القرآنيين. فالذين جاءوا بعده اعتمدوا منهجه وساروا على طريقته في إنكار السنة، واعتبار القرآن هو المصدر الوحيد للتشريع. ومن أهم آرائه في السنة أول كذلك الأحاديث التي جاء فيها ذكر الملائكة والجن والشياطين، وهذه التأويلات كما قلنا أدت إلى إنكارها جملة. فعندما تقول بأن الملائكة هي عناصر الطبيعة، أن الجن هم سكان الغابات، وأن الشياطين هم المراد بها الشهوات، شهوات النفس والنزوات والرغبات، فهذا يؤدي باللزوم إلى إنكارها، فهي غير موجودة. فإذا هذا الرجل بإنكاره لهذه الغيبيات رد القرآن ورد السنة النبوية، وإن ادعى أنه يدافع عن القرآن. كذلك ادعى أن السنة لم تدون في البدايات بل ظلت وبقيت حبيسة الصدور، وهذا الأمر قد يؤدي إلى إما الزيادة فيها أو النقص فيها أو تحريفها أو تغييرها ووضع مجموعة من الأحاديث ونسبها أو نسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا شكك في السنة وشكك في الأحاديث برمتها. كذلك لم يقف عند هذا الحد، بل اعتبر ما جاء في السنة من أوامر ونواهي وأخبار وأحكام جعلها أمورا استنباطية من علماء الحديث وشراح السنة وفقهاء المذاهب. إذن كل ما ذكر في السنة من أحكام، ما ذكر فيها من أخبار، ما جاء فيها من أوامر، ما جاء فيها من نواهي، فهي فقط أمور استنبطها، ليست هي من وحي الله للرسول صلى الله عليه وسلم، ليست من أقوال الرسول، بل هي من استنباطات علماء الحديث وعلماء السنة وفقهاء المذاهب، المذاهب المعروفة والمشتهرة اليوم، المذهب المالكي والحنبلي والشافعي. فهو يرى بأن السنة أنكرها جملة، فهو يرى بأنها ليست وحيا
من الله سبحانه وتعالى ولا تنسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لمن جاء بعده واتبع طريقته نجد رجلا آخر معروف ويشتهر كذلك بإنكاره للسنة والطعن فيها وردها جملة، رجل يسمى جكرالوي. جكرالوي عبد الله هذا كان في البدايات الأولى متخصصا في علوم الحديث، درس الحديث وتخصص فيه، فخرج بعد تخصصه هذا، بعد تعمقه في الحديث، خرج على الناس بفهم جديد وبعقيدة جديدة أعلن فيها مقولته الشهيرة: هذا القرآن هو وحده الموحى به من عند الله تعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، أما ما عداه من السنة فليس بوحي. إذن هذه قولة صريحة في إنكار السنة وفي رد السنة جملة. فهو إذن هذا عبد الله جكرلاوي يرى بأن السنة ليست وحيا، فإذن هو على منوال متقدميه يمشي. السيد أحمد خان هذا إذن هو يمشي على منوال متقدميه. فهذا الرجل لفت أنظار وجلب أنظار الإنجليز. كما قلت في المحاضرة الأولى أن الهند كانت مستعمرة من طرف الإنجليز، فهذا الرجل لفت انتباه الإنجليز وبدأوا يستغلونه في حرب الإسلام والمسلمين. الحكومة الإنجليزية قامت بجلب بعض الشخصيات وإيقاعها في شراكها، تدفع لهم الأموال والمناصب من أجل تشكيك الناس، تشكيك المسلمين، تضليلهم، ومن ثم إضعافهم، فتتمكن المستعمرة الإنجليزية أو المستعمر الإنجليزي يتمكن من إحكام قبضته على الهند. وكان على رأس هؤلاء الذين تم استقطابهم لخدمة أغراض الإنجليز هو عبد الله جكرلاوي. قدمت له الأموال الطائلة واستغلت ما يتقنه من علوم ومعرفته للإسلام، استغلت هذا الوضع لحرب الإسلام وحرب المسلمين. اختاره النصارى، هذا الشخص اختاره النصارى لخدمة الأغراض التنصيرية والتبشيرية، فحرضوه على محاربة السنة وإنكارها وردها ورفضها، وأخذ يدعو إلى هذا المشروع الهدام. فبدأت رسائل
التشجيع والتأييد تأتيه وتصله من قبل هؤلاء النصارى المبشرين، وتقدم له المساعدة وتقربه إليها. إذن كما تلاحظون بأن الإنجليز يعملون بجد. هؤلاء الناس لا يملون، هدفهم الوحيد هو القضاء على الإسلام والمسلمين، ما تيعيوش، لهم نفس طويل. تجد الواحد منهم يصبر 30-40 سنة يتعلم اللغة العربية ويتقن علوم الشريعة، ليس بغرض الدفاع عن الإسلام بل بغرض تشويه صورة الإسلام. فإذن لا بد علينا أن ننتبه لهؤلاء، لأن ما نراه اليوم في الساحة، الخرجات التي يخرجها بعض من ينتسب إلى العلم، من ينتسب إلى الدعوة، السبب في ذلك، السبب فيما وقعوا فيه هو عدم فهمهم لهذه الأمور. إذن لو تأصلوا في العلوم الشرعية وأخذوا العلوم بمنهجية علمية ولا ينتقلون من كتاب إلى كتاب دون فهمهم للكتاب الأول، يقفزون قفز الغزلان وينتقلون كما تنتقل الطيور، لا تستقر على شجرة بل تقفز من هذه الشجرة إلى هذه. فهؤلاء ينتقلون من كتاب إلى كتاب دون فهمهم للموضوعات، ولا يفهمون حتى معتقد المؤلف، حتى الذي ألف الكتاب لا يعرف منهجه ولا معتقده، فيبدأ يعتقد ما يروج له في الكتاب فيخرجون علينا بمثل هذه الخرجات. فأنصح الشباب أن ينتبهوا وأن يدرسوا العلوم الشرعية، ولا يأخذوا العلم إلا من الثقات الذين عرفوا بالعلوم الشرعية وبالتقوى والورع، وعرفوا واشتهروا بالعلم وشابت لحاهم في طلب العلم الشرعي، شابت لحاهم في الطلب تعليما وتعلما. هؤلاء هم الذين نأخذ عنهم العلم. أما كل من هب ودب فتكون كحاطب ليل، حاطب الليل هذاك اللي تيحطب بالليل، شنو راه ممكن يهز معاه حنش أفعى، لأنه لا يرى في الظلام، بل ينبغي أن لا يكون كحاطب ليل، وأن لا يصطاد في الماء العكر. إذن ينبغي العودة والرجوع إلى العلماء الموثوقين، إلى من يشتهر عنهم أنهم على الجادة وعلى الحق وعلى الإسلام والسنة. ثالث هؤلاء رجل يسمى أحمد الدين الأمر تسري أو الأمر تسري. هذا الرجل كانت صلته بالقرآنيين، كانت علاقته بهؤلاء علاقة وطيدة، اتصل بمن كان حيا منهم. إذن التقى بالأحياء منهم
وأخذ من كتب الأموات وتأثر بمنهجهم وتأثر بفكرهم، فأخذ عن أحمد خان إنكاره للسنة، واتصل بعبد الله جكرلاوي وأخذ عنه أفكاره، وكان أشد مكرا من عبد الله تلميذه هذا. إذن هذا أحمد الدين هو تلميذ عبد الله، فكان هذا أحمد الدين أشد خبثا ومكرا من أستاذه وشيخه عبد الله. فكان معروفا باللين والهدوء. إذن كانت هذه ميزة يشتهر بها ويعرف بها، أي أنه كان يتميز بالهدوء، كان يتميز بالهدوء. هذا الأمر وهذه الصفة جعلت الكثيرين يقبلون عليه ويجلسون إلى محاضراته ودروسه، وكان يميل إلى التورية، أي كان لا يظهر منهجه صراحة، كان يظهر منهجه صراحة ولا يظهر أفكاره مباشرة، بل كان يواري الناس. من بين الرجالات كذلك نجد غلام أحمد برويز. هذا الرجل كذلك كان إنكاره للسنة من على المنابر، ويقوم بالدروس داخل المسجد في البدايات الأولى. وتولت مجلته طلوع، يعني أنشأ مجلة تسمى طلوع الإسلام. هذه المجلة تولت نشر أفكاره ومعتقداته. انتقل إلى باكستان الوليدة بعد استقلالها عن الهند، حيث انتقل إلى مدينة كراتشي التي ما تزال حتى اليوم إذن حاضرة البرويزيين أتباع برويز هذا. فهذا الشخص كان في أعضاء حكومة باكستان حين الاستقلال. يعني هؤلاء القرآنيين كانت لهم مكانة داخل الدولة، فكان في أعضائها، في أعضاء الحكومة عدد لا بأس به من القديانيين، على رأسهم شخص يسمى ظفر الله خان. كان وزيرا للخارجية، آنذاك، وكان شديدا على الإسلام والمسلمين، كان يكره الإسلام والمسلمين كرها شديدا، ومكن للقديانية، مكن لها في الانتشار، وكان منها حركة القرآنيين. إذن هؤلاء القرآنيين، جماعة القرآنيين، خرجت من القديانيين أو الحركة القديانية. هذا الرجل غلام أحمد برويز كان يرى ضرورة إزالة السنة من التشريع، ولا يرى بأنها وحي أو مصدر للتشريع، ويرى أن القرآن وحده قد شمل الدين كله. القرآن لم يفرط في كل شيء، بل كل ما يحتاجه الإنسان من تشريعات فهو مذكور في القرآن، فإذا لا نحتاج إلى السنة. كذلك يرى بأن القرآن الكريم قد شمل كليات الدين. أما تفاصيل نحن نقول بأن القرآن فيه مجمل، والذي يفصله
ويبينه هو السنة. بالنسبة لهذا يقول لا بأن الكليات والأصول في القرآن، لكن الذي يفصل والذي يبين هو ولي الأمر الذي يتولى هذا الأمر في البلد، فهو الذي يتولى بيان المجمل وتفاصيل التشريع. لذلك ضمن محبة حكام البلاد ووضع لهم مكانا عاليا في آرائه ومذهبه. إذن فهم القرآن، تفصيل القرآن لا يرجعه إلى السنة، بل يرجعه إلى حاكم الهند الذي له الصلاحية في تفصيل ما يراه مجملا في القرآن. إذن ننتقل إلى الطوائف القرآنيين. هناك مجموعة من الطوائف ظهرت في الهند، أهمها أمة مسلم أهل الذكر والقرآن، بما أي الأمة معناها الأمة المسلمة أهل الذكر والقرآن. وطائفة أخرى تسمى بطلوع الإسلام أي ظهور الإسلام، طلوع الإسلام أي ظهور الإسلام. وطائفة أخرى تسمى تحريك تعمير إنسانيث، بمعنى حركة تثقيف الإنسانية. إذن كانت هذه نبذة مختصرة حول هذه الطائفة التي تسمى بالقرآنيين. إذن أكتفي بهذا القدر على أمل أن نلتقي إن شاء الله تعالى مع أهم شبهات هؤلاء القرآنيين، وسنحاول بإذن الله تعالى وتوفيقه أن نبين خطأه ونرده بأسلوب علمي. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يثبتنا على دينه الحق حتى نلقاه وهو راض عنا، إن ربنا لسميع الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.